بتحسي ان ماده الكوميرشال لو القانون التجاري ماده مليانه مصطلحات وكلام ومش عارف تبدا منين؟ تعالى اقول لك ازاي تذاكرها كويس، ومش بس تحفظها لا تكون فاهمها كمان. اول حاجه لازم تكون عارفها ان ماده القانون التجاري مش حفظ 100% ولا فهم 100%، هي عباره عن ميكس بين الاثنين، الحفظ والفهم. يعني افهم الفكره ورا كل قانون، مش بس تحفظه وخلاص زي ما هو موجود. تاني حاجة دايمًا وأنت بتذاكر بتلخّص المحاضرة، اعمل ملخّص أنت بخط إيدك، يعني شوف أنت فهمت إيه وابدأ إن أنت اكتبه ولخّصه عشان ده هيساعدك أيام الامتحانات. يعني خُد الخلاصة من كل قانون أو من كل slide عندك وابدأ إن أنت لخّصها أنت بإيدك اعملها مثلًا في شكل خرائط ذهنية، أو إن أنت حاجات مترتبة على بعضها تبدأ إن أنت تلخّص بإيدك الحاجة دي. لإن الكتاب والslides بيكون فيها تفاصيل كتير جدًا، لكن الدكتور ما بيكونش طالب منك ده كله، هو بيكون طالب منك نقاط أساسية، فأنت ما تتوّهش نفسك بين ده كله، لإن إحنا ما بناخدش غير جزء صغير جدًا من مادة القانون. يعني ما بناخدش مثلًا زي كلية حقوق بندرس المادة كلها بالتفصيل، لأ إحنا بناخد حاجات ليها علاقة بكلية business، سواء أنت كنت عربي أو كنت English. تالت حاجة تحاول تفهم نفسك بأسئلة، بمعنى إن أنت مثلًا تركّز على الأسئلة اللي الدكتور بيقولها في المحاضرة، تحاول إن أنت تكتبها بحيث إن أنت تروّح حتى تركّز فيها كويس أوي تفهمها لنفسك. أو مثلًا أنت ما الدكتور ما قالش أمثلة أو أي حاجة، أنت وأنت بتذاكر ادخل على ChatGPT أو أي تطبيق أنت بتفضّله، تبدأ إن أنت تقول له اعمل لي مثلًا مثال على حاجة معيّنة، زي مثلًا اعمل لي مثال على القانون التجاري، اعمل لي مثال على الإفلاس، اعمل لي مثال على الديون أو أي حاجة ليها علاقة بكده، يبدأ إن هو يدّيها لك بمثال، وبرضه اكتبه علشان لمّا تيجي تذاكره مرّة تانية يكون سهل بالنسبة لك. رابع حاجة لو المادة كمان عندك بالإنجلش هتلاقي في مصطلحات كتير أوي أنت أصلًا مش عارف معناها عشان بعدين تذاكرها، أو ابدأ إن أنت تشوف الترجمة بتاعتها والشرح بتاعها كمان. اكتب مثلًا الcontract يعني إيه، يعني عقد خلاص، يعني معناه إيه بالعربي، وتبدأ إن أنت تكتب مثال عليه زي مثلًا عقد كذا أو شركة أو الكلام ده، وتبدأ إن أنت تفهم نفسك بمثال، بحيث لمّا تيجي تذاكر بعد كده بتلاقي إن الحاجات دي واضحة قدامك، وتلاقيك إن أنت عارف تذاكر وتلم الدنيا. خامس حاجة، وطالما المادة فيها حفظ بنسبة كبيرة يبقى لازم تراجع مراجعة مستمرة، لازم كل فترة تبدأ إن أنت تراجع عليها تاني، وكمان تبدأ قبل الامتحانات تدّيها كام يوم قبلها وتبدأ إن أنت تراجعها كل يوم علشان ما تنساش المصطلحات وتدرّب إيدك عليها مرة و2 و3. وبعدين تبدأ إن أنت تجيب أسئلة السنين اللي فاتت، أو ساعات الدكاترة بتنزّل أسئلة في أيام المراجعة، تبدأ إن أنت تحلها وهتلاقي الدنيا ميسّرة معاك إن شاء الله. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو الجاي واكتبوا لي في الكومنتس حابين الفيديوهات الجاية تكون عن إيه.